السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. زي ما وعدتكم انه خلال الفيديوهات هقدم تصاميم وغرز جديدة بحيث انه تقدروا تشتغلوا بيها الشال او الكوفية او السكارف. فالنهاردة انا حابة انه اوريكم السكارف ده. السكارف ده انا عملته لنفسي السنة اللي فاتت او الشتاء اللي فات يعني، واشتغلته بغرزة زي ما احنا شايفينها كده. الغرزة دي انا مسمياها غرزة الشبكة، لانه بصراحة انا يعني مش عارفة الاسم بتاعها ايه، بس انا اتعلمتها من زمان جدا. ف يعني مش عارفة ايه الاسم بتاعها، فعشان كده سميتها غرزة الشبكة. وعلى فكرة يعني يمكن 20 أو 30 غرزة بس اللي في الكروشيه اللي ليهم أسماء معروفة. لكن في مئات الغرز التانية في الكروشيه بتبقى غرز جميلة جدا، بس مش بيبقى ليها اسم معين، لأنه غالبا احنا بنبقى اتعلمناها من أهلنا وتعلمناها من فترة طويلة جدا وعلمناها لبعض بعد كده، فمش لازم كل غرزة في الكروشيه يبقى ليها اسم معين. نرجع تاني للسكارف. هو العرض بتاعه حوالي 22 سنتي. بس هو طبعا مع الاستعمال الغرزة دي بتمط جدا مع الاستعمال والحجم بتاعها بيزيد. فهو البداية بتاعة العرض بتاعة السكارف كانت 22 سنتي، بس هي زادت اكتر. والطول بتاعه تقريبا حوالي كان متر و60 سنتي، بس برضو الطول زاد اكتر مع الاستعمال. انا هنا في السكارف ده استخدمت نوعية الخيوط اللي هي بتبقى بالشكل ده كده، اللي هي الخيوط اللي هي بيبقى فيها ترتر كده بالشكل ده. وهي الخيوط دي على فكرة يعني بتبقى حلوة جدا جدا، زي ما احنا شايفين كده بتدي شكل حلو قوي قوي في اللبس. سوري، يعني في الشغل بيبقى شكلها حلو جدا. وعلى فكرة كمان طالع موضة قوي السنة دي، هي بدأت من السنة اللي فاتت بس هي انا شفتها ظهرت اكتر السنة دي. هي موضة الحاجات الشتوي اللي هي فيها سباركل او لمعة، فطالعة موضة جدا السنة دي. فبجد الخيط ده هيبقى حلو جدا لو انتي اشتغلتي بيه حاجة زي كده، هيبقى شكلها شيك وحلو وطالعة موضة كمان السنة دي. الخيط ده سعره 16 جنيه، وهو خيط تركي، بس انا برضو الورقة بتاعته مش موجودة عندي دلوقتي عشان زي ما قلت لكم انا عملته السنة اللي فاتت. فهو سعره 16 جنيه، وانا ما استخدمتش غير تقريبا يعني انا اشتريت شلتين. بس انا استخدمت للسكارف ده استخدمت بس شلة وربع، والشلة التانية زي ما انتوا شايفين لسه باقي منها كتير. واستخدمت معاه ابرة كروشيه مقاس 5.5 مليمتر. دلوقتي احنا هنتعلم مع بعض ازاي نعمل غرزة، اللي هي الغرزة اللي انا مسمياها غرزة الشبكة. فهنتعلم ازاي نعملها عشان لو انت حابة انه تعملي شال او سكارف بنفس الغرزة دي. فلو انت بتتابعيني لاول مرة وحابة ان انت تتعلمي الكروشيه، هتلاقي فيه فوق لينك على الشاشة فيه كل الدروس الاساسية اللي هتحتاجي ان انت تشوفيها وتتمرني عليها كويس قبل ما تبداي تشتغلي معانا. وكمان هتلاقوا في لينك تاني فيه كل الفيديوهات بتاعتي اللي قدمتها في القناة من الأحدث للأقدم، ونفس اللينكات برضو هتلاقوها تحت الفيديو. غرزة الشبكة غرزة سهلة جدا جدا، والباترون والخطوات بتاعتها من أسهل ما يمكن، وكلها بتعتمد على غرزة السلسلة وغرزة الحشو. فعشان تبدأي تشتغلي غرزة الشبكة لازم تبدأي بسلسلة مكونة من مضاعفات رقم 4، وفي الآخر خالص بتزودي عليهم 2 سلسلة. فبتبدأي السلسلة بتاعتك ب4 سلاسل، بعد كده بتزودي عليهم مضاعفات رقم 4، فبيبقوا 4 أو 8 أو 12 أو 16 أو 20 أو 24 وهكذا. بتفضلي تزودي فيه مضاعفات رقم 4، وفي الآخر خالص بعد ما بتوصلي للعرض اللي انت عاوزاه للشغل بتاعك بتزودي عليهم 2 سلسلة. فأنا هبدأ أشتغل معاكم كعينة، هشتغل 16 سلسلة كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بعد ما اشتغلت ال16 سلسلة هزود عليهم في الاخر خالص 2 سلسلة كده. 1 2. عشان ابتدي اشتغل اول سطر ببتدي ان انا اعد من بداية الابرة.
فبفوت اخر 5 سلاسل اشتغلتهم او اول 5 سلاسل من بعد الابرة، فببتدي اعد 1 2 3 4 5، وفي السلسلة السادسة بشتغل غرزة حشو. تمام. بعد كده برتفع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعد كده بفوت 3 سلاسل، 1 2 3، وفي السلسلة الرابعة بشتغل كمان غرزة حشو. بعد كده برتفع بكمان 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبفوت 3 سلاسل، 1 2 3، وفي السلسلة الرابعة بشتغل غرزة حشو. تمام. بعد كده برضو بكرر نفس الخطوات بان انا بشتغل او برتفع ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبفوت 3 سلاسل، 1 2 3، وفي السلسلة الرابعة بشتغل غرزة حشو. فبيبقى اول سطر عندي بالشكل ده كده، زي ما احنا شايفين كده. الخطوات سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. عشان ارتفع وابتدي ابني السطر التاني والاسطر اللي بعد كده، فبرتفع برضو ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبداير الشغل بتاعي، وفي اول فراغ بيقابلني ببتدي اشتغل غرزة حشو، وبكرر نفس الخطوات بان انا بشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اللي بعد منه بشتغل غرزة حشو، وبكرر بنفس الطريقة 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اللي بعد منه هشتغل غرزة حشو. بعد كده اخر فراغ عندي خالص هشتغل برضو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وفي اخر فراغ عندي هشتغل غرزة حشو. تمام. شايفين يعني سهلة جدا، يعني من اسهل الغرز اللي ممكن تعمليها في الكروشيه. هكرر نفس الخطوات بنفس الطريقة، 1 2 3 4 5، وهدير الشغل بتاعي، وفي اول فراغ هشتغل غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اللي بعد منه هشتغل غرزة حشو. وهكرر بنفس الخطوات بان انا برتفع ب5 سلاسل وبشتغل غرزة حشو في الفراغ اللي بعد منه لحد ما بوصل لاخر فراغ خالص. برضو بكرر فيه نفس الخطوات بنفس الطريقة، برتفع ب5 سلاسل وبشتغل فيها غرزة حشو. هي دي طريقة غرزة الشبكة. انا هنا ارتفعت بكذا دور عشان اوريكم الشكل العام لغرزة الشبكة، وهي دي بالظبط نفس الغرزة اللي انا اشتغلت بيها هنا في السكارف، بس ممكن الشكل العام بيختلف شوية نتيجة لاختلاف نوعية وخامة الخيط. عاوزة اقول ان انا اشتغلت معاكم بس عينة، لكن انت طبعا بتزودي في عدد السلاسل بنفس الخطوات، بتزودي في عدد السلاسل لحد ما توصلي للعرض اللي انت عاوزاه، سواء كان سكارف او شال على حسب ما انت عاوزة. لانه في بنات بتبعت تسألني بيقولوا لي احنا نبتدي بكام سلسلة، فانا مش هقدر اقولك انت تبدأي بكام سلسلة، انا بس بشتغل معاكي عينة او نموذج، بس بوضح لك عليه الخطوات او الاساسيات الصح اللي تبدأي بيها الغرزة. بعد كده انت بتمشي على نفس الخطوات وبتبدأي ان انت تزودي في عدد السلاسل لحد ما توصلي للعرض اللي انت عاوزاه للشغل بتاعك. فانا هنا مثلا في السكارف ده انا بدأت الاساس بتاعي ب48 سلسلة، وبعدين زودت عليهم 2 سلسلة في الاخر، فكان الاساس بتاع السلاسل اللي بدأت بيه 50 سلسلة. بس انا برضو لو انت عاوزة تعملي نفس السكارف ده مش هقدر اقولك برضو ابدأي ب50 سلسلة،
لانه زي ما قلت نوعيه الخيط اللي انت بتشتغلي بيه، لو انت بتشتغلي بخيط رفيع او بابره كروشيه مقاس صغير هيطلع معاكي ال50 سلسله هيطلعوا مقاسهم صغير جدا. ولو اشتغلتي برضو العكس بابره كروشيه مقاس اكبر وخيط سميك اكتر هيطلع معاكي برضو الحجم اكبر. فنوعيه الخيط اللي انت بتشتغلي بيه، سمك الخيط اللي بتشتغلي بيه، ومقاس الابره، وكمان ايديكي نفسها، ممكن حد يكون ايديه ضيقه شويه في الشغل، ممكن حد تاني ايديه بتبقى مرتاحه في الشغل. فانا مش دايما هقدر اقولك كام سلسله تبداي بيها، انا بشرح بس الخطوات والاساسات او الباترون للغرزه. بعد كده انت بتبداي تطبقيها بالعرض اللي انت عاوزاه على حسب الشغل بتاعك. كده احنا خلصنا. ان شاء الله فيديو النهارده يكون سهل وواضح ويعجبكم ان شاء الله. وشكرا لكل اللي بيتابعوني وكل اللي بيعملوا لايك وشير وفافوريت وكومنت للفيديوهات بتاعتي، متشكره جدا. ولو حابين تفضلوا تتابعوني وتشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، اضغطوا تحت الفيديو على كلمة اشتراك او سبسكرايب. وكمان تابعوني من خلال الاكاونت بتاعي على الفيسبوك لافتا كروشيه، هتلاقوا اللينك تحت الفيديو. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.